يسمى بالكرة المشبوهة، هي كرة تخدم مصلحة السماخرة، تخدم مصلحة أباطرة المخدرات، تخدم مصلحة الذين لا يريدون مصلحة الشعب من داخل هذه البلدة، يريدون نهب جيوب المواطنين، يريدون نهب جيوب الشعب من داخل هذه المدينة. وبالتالي نؤكد على مسألة أساسية، أن الجمعية الوطنية قادرة على فتح كل الشارات الطنانة وكل الممارسات من قبل هذا المجلس البلدي بين آلاف الأقوات الذي في آخر المطاف لن يخدم إلا أقلية ضئيلة، يخدم مصلحة أصحاب النفوذ، مصلحة الذين يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه. لكن نؤكد أن في الأيام القادمة القليلة الجمعية الوطنية بشخص الفرع المحلي سوف يرد ساعين ولنا التجربة ما يكفي في الميدان. نواصل طريق الشهيد كمال الحسني، نواصل طريق الشهيد مصطفى الحمزاوي، ونواصل طريق الشهيدة ناجية عدية من أجل انتزاع كافة المطالب العادلة ومشروعها، طريق الكرامة، طريق الانتزاع، طريق الاستماتة في النضال. وكذلك عزمنا كل عام من أجل تخليد الذكرى الأولى للجمعية الوطنية لفقدان شهيد الشعب المغربي كمال الحسني. ولم تبقى إلا 4 أيام إلا أن فروع الجمعية الوطنية سوف تتواجد من داخل هذه المدينة من أجل تخليد الذكرى الأولى لاستشهاد رفيقنا الغالي كمال الحسني. وبالتالي ندعو كل الجماهير الشعبية وكل الإطارات التقدمية وكل الحركات الاحتجاجية المناضلة من أجل التواجد في هذا الشكل النضالي سوف تنفذه الجمعية الوطنية يوم 25 نوفمبر. وليقتضى الأمر على جثث هنا، وليقتضى الأمر ولو بالحديد والنار سوف نخلد ذكرى رفيقنا كمال الحسني. وكذلك نؤكد أنه غدا سوف ننفذ بشكل نضالي الفرع المحلي من أجل التعبئة الشاملة ل 25 نوفمبر من داخل بلدة نيفوياش. غدا على الساعة 4 مساء سوف نتواجد من داخل مدينة بني بوياش. ما نقولوش فين لأنه سيتحملون المسؤولية إلى ما ستؤول إلى أوضاع، لأنه قد استنفذ الصف ديال المعطلين حاصلون على شوائب هي التي تضمن لهم الاستمرارية في هذا الواقع. واقع تميم وبالتالي غدا على الساعة 4 سوف ننفذ شكلنا النضال ونحمل المسؤولية إلى ما ستؤول إلى أوضاع. نحن على درب الشهيد كمال الحسني، نحن على درب مصطفى الحمزاوي. وبالتالي مزيدا من الصمود، مزيدا من الكفاح، مزيدا من العزيمة، مزيدا من الاستماتة في النضال. ودمتم للنضال أوفياء، ودام هذا الأخير لكم. وأشد الجمعية الوطنية إطار المكافحة صامتا وعلى مبادئ الأربع: جماهيرية ديمقراطية تقدمية ومستقلة، يرفع شكلنا النضالي. وموعدنا غدا على الساعة 4 من داخل مدينة بني بوياش. وتحية